في آخر الشارع الطويل اللي كله بيوت قديمة وهدوء يخوف، كانت في عربية سودة راكنة من سنين، وعربية شكلها قديم وبايظ. بس الغريب إنه ولا حد في الشارع يعرف صاحبها، ولا حد شافها بتمشي، ولا حد جه ناحيتها. ومع مرور الأيام الناس بقت تاخد بالها من حاجة مرعبة. العربية بتختفي كل ليلة وترجع الفجر، ومحدش فاهم بتروح فين ولا ازاي. واللي حاول يراقبها يا بيختفي زيها، يا بيرجع تاني بس مش هو، بيرجع حاجة تانية. والليلة اللي هنتكلم عنها دي كانت الليلة اللي كل حاجة فيها اتكشفت، والليلة اللي محدش في الشارع قدر ينساها. ياسر شاب ساكن في نص الشارع، كان دايما بيرجع من شغله بالليل. في يوم وهو ماشي لمح العربية السودة، مكانها فاضي. بص حواليه، مفيش حد ولا صوت ولا نور حتى. تاني يوم الصبح لقاها راجعة مكانها كأنها ما اتحركتش ولا متر واحد. ياسر قال لنفسه ايه الهري ده، يمكن انا تهت ولا كنت سرحان. بس الليلة اللي بعدها حصل نفس اللي حصل، العربية اختفت وظهرت تاني الفجر. في ست كبيرة اسمها الحاج فوزية دايما قاعدة في بلكونتها. في ليلة من الليالي شافت حاجة خلتها تقفل البلكونة وتستخبى جوه البيت. شافت باب العربية بيتفتح لوحده من غير حد، وبعدين العربية اتحركت ببطء من غير سواق. فضلت واقفة في البلكونة مرعوبة وبتقول يا ساتر يا رب، دي مش عربية، دي مصيبة. ومن اليوم ده الحاجة فوزية ما بقتش تقعد في البلكونة بالليل تاني. وليد واحد من شباب الشارع قرر يتشطر ويعرف السر. وقف مستني قدام العربية نص الليل وقال لو بتختفي هطلع وراها. وفعلا الساعة 2 بالليل الباب اتفتح لوحده، العربية اتحركت، ووليد جري وفتح الباب ودخل بسرعة. ولحد النهار وليد مرجعش. والغريب إن العربية رجعت مكانها، بابها مقفول بس الإزاز عليه علامات إيدين بتخبط من جوه. الناس في الشارع اتخضوا من اختفاء وليد، راحوا القسم حكوا كل حاجة. الضابط ضحك وقال عربية بتمشي لوحدها، انتوا بتهزروا. رجعوا البيت والليل وقع والعربية اختفت تاني. ياسر قرر يعلق كاميرا فوق بيته وتصور الشارع. حط الكاميرا وجهز نفسه يشوف الحقيقة. الليل جه، العربية اتحركت، بس لما شاف الفيديو تاني يوم لقى صوت صريخ في الخلفية ومجموعة ظلال سودة طالعة من جوه العربية وتشد العربية للظلام. ولما حاول ياخد الفيديو للقسم الموبايل اتجمد والفيديو اتحذف لوحده. في يوم الناس صحيت على منظر مرعب. على ازاز العربية مكتوب الدور عليكو 1-1. الخط كان متلخبط كأنه مكتوب بصوابع حد مش طبيعي. الناس اتجننت، بعضهم هرب من الشارع وبعضهم قفل على نفسه في البيت. بس العربية ما كملتش سكوت، كل ليلة تختفي وترجع عليها تراب مختلف كأنها جاية من مكان بعيد. الليل ده كان أهدى من العادي، مفيش أصوات، مفيش كلاب، مفيش نوم. الناس كلها حاسة إن في كارثة جاية. فجأة باب العربية اتفتح لوحده بقوة كأن حد رزع عليه، والشارع كله اتنفض. ولما قربوا يشوفوا لقوا جوه العربية ظلام تام، بس الظلام بيتحرك كأنه كيانات، كأنه أرواح. الحاجة فوزية طلعت سر أول مرة تقول عليه. العربية دي يا أولاد كانت بتاعت واحد قاتل خطف ناس كتير زمان ومات جواها، ومن يومها روحه مش سايباه. الناس اتصدمت، وليه تظهر هنا؟ قالت عشان اللي يسكن في بيت القاتل العربية بتظهر قدامه وتاخد واحد كل فترة. وكان بيت القاتل هو البيت اللي ياسر ساكن فيه. ياسر قرر يواجه كل ده. وقف قدام العربية وقال عايز ايه مني؟ الإزاز اتكسر لوحده والعربية ولعت نور والباب اتفتح،
وطلع صوت كأنه طالع من جهنم: تعالى مكانك الحقيقي. العربية حاولت تشده جواها، بس الناس جريت وأنقذوه في آخر لحظة. والأول مرة العربية اختفت وما رجعتش الفجر. فضل الشارع من غير العربية أيام، والناس افتكروا إنهم خلصوا منها، لحد ما ياسر وهو نازل شغله لقى عربية سودة راكنة تحت بيته. مش نفس العربية، لكن نفس الخربوش، نفس الإزاز المشروخ، نفس العلامة اللي على الكبوت، وعلى الإزاز مكتوب: لسه ما متش. الرعب الحقيقي مش في العربية ولا في الشبح. الرعب الحقيقي إنك تتجاهل علامات الخطر وتفتكر إن الشر بعيد عنك. الشر دايما موجود، وبيستنى حد يغلط، وبيستنى باب يتفتح، وبيستنى لحظة ضعف عشان يدخل حياتك من غير ما تحس. عمرك ما تتجاهل إحساس الخطر، لأن ساعات الإحساس ده هو الشيء الوحيد اللي بينقذك من مصير ملوش رجوع. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في القصة دي، ونشوفكم القصة الجاية إن شاء الله.